السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل معجنات نقدر ناكلها في الدايت براحتنا من غير تأنيب ضمير. هنجيب موزتين ومعلقة زبدة فول سوداني ونهرسهم كويس قوي 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 مع بعض، يعني يكونوا هما الاتنين قوامهم واحد، مهروسين كويس جدا. بعد كده هنجيب دقيق شوفان، ممكن تطحنوا شوفان لو عندكم وتخلوه ناعم وتستخدموه. هنجيب 3 معالق بس مش هنحطهم مرة واحدة، ننزل بكل معلقة لوحدها ونقلب، لان الدقيق اللي انا مستخدماه اللي هو سنبلة الفرات ده دقيق نضيف جدا تقيل، دقيق الشوفان النضيف تعرفوا لما يبقى تقيل مش خفيف. انا استخدمت هنا 3 معالق بس، كنت بحط كل معلقة لوحدها. لو دقيق خفيف هتحطوا من 4 ل5 معالق تقريبا. هنقلبهم كويس مع بعض انا استخدمت كيس واحد سكر دايت، لان الزبدة اللي انا استخدمتها مش عليها اي سكر مضاف، فاستخدمت كيس. لو انتوا جايبين اي زبدة باي نكهة عليها اي سكر ما تحطوش سكر. هنقلبهم كويس وهنحط كمان كيس فانيليا كبير ونقلبهم كويس ونسيب الخليط يرتاح 10 دقايق قبل الاستخدام علشان نتأكد انه امتص كل السوائل الموجودة في الخليط. ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه. دي بعد ما العجينة اللي انا عملتها ارتاحت وبقت كويسة. هنحط شوية دارك شوكليت شيبس او اي شوكليت شيبس انتوا حابينها، ممكن ما تحطوش خالص براحتكم، بس بجد بتدي طعم مختلف ولذيذ للمعجنات اللي هنعملها. هنقلبهم كويس مع بعض وهندخلهم الاير فراير من 15 ل20 دقيقة، ولو هنحطها في الفرن هنشغل من تحت 15 دقيقة او من فوق 5 دقايق. بجد طعمها تحفة، مقرمشة من بره وطرية من جوه وطعمها قمر.